حدث في مدينة إدلب، حيث كان النظام السوري على موعد مع خرق للهدنة في درعا للمرة الخامسة على التوالي منذ بدء الهدنة. في درعا هناك بعض البلدات والمدن هي خطوط اشتباك، هي خطوط نار عريضة بين المعارضة والنظام السوري. المفروض أن تكون هذه الخطوط هي جامدة في هذه الفترة. النظام السوري حاول اليوم في درعا البلد وفي مخيم درعا تحديدا من جهة المخابرات الجوية التسلل إلى هذه الخطوط التي ما كان له أن يصل إليها لولا هذه الهدنة، وبدأ التحصين والتدشين فيها حتى تكون له اليد الطولى فيما هذه الهدنة. ثم قام بعد ذلك بإطلاق باستهداف درعا البلد وحي طريق السد والمخيم بالأسلحة المتوسطة من أجل ربما عدم تشتيت المعارضة المسلحة عما يقوم به في مخيم درعا. المعارضة المسلحة استندت على بنود الهدنة وقامت بالرد، ما يسمى بالرد المناسب هنا على قوات النظام، فقصفت مواقع اطلاق النيران واستهدفت قوات النظام على خط الجبهة، خط النار، واجبرته على التراجع. النظام السوري قام بعد ذلك بقصف الاحياء المدنيه والتجمعات السكنيه في درعا والمخيم وحي طريق السد، ما ادى الى سقوط 5 جرحى بينهم 2 حالتهم خطيره. ما عدا هذا الاشتباك وهذه الحادثه التي وقعت في درعا البلد، الاوضاع في درعا عموما هادئه، الاهالي يسعون بالعوده الى الحياه بشكل تدريجي، المشافي والمدارس فتحت ابوابها في وجه الجميع. نعم. ابقى معنا من درعا محمد نور. انتقل الى محمد عيسى من ريف ادلب. محمد عيسى، ميلاد فضل افادنا بالوضع في ادلب، كيف هو في ريف ادلب من عندك؟